تكونوا بخير. معاكم مي من قناة ميوش ايه. النهاردة فيديو جديد، والفيديو النهاردة هيكون عن هدية وصلتني من الدكتور محمد عطية حافظ، وهي زيوت للشعر والبشرة، زيت المولتيف. انا هقولكم رأيي في الزيت وتجربتي معاه وازاي بستخدمه. بس قبل ما ابدأ حابة اقولكم ان انا جبتلكوا كود خصم بقيمة 15% على توتال اوردر كله. الكود هيظهرلكوا على الشاشة دلوقتي، وكمان هكتبهولكوا تحت في صندوق الوصف. هو الكود اسمه ميوش 15%، يعني 15% خصم على الاوردر كله. يلا بينا نشوف دلوقتي رأيي في المنتج وازاي بستخدمه وكل الحاجات دي. يلا بينا. اول حاجة يا بنات، الهدية دي وصلتني من شهر 9 أو 10 2016. واحنا حاليا دلوقتي في شهر 2 2017، يعني من حوالي 3 4 شهور كده. انا اخدت فترة كافية جدا ان انا يعني استخدم المنتج براحتي، واشوف تجربتي في الصيف. يعني كان عندي وقت ان انا استخدمه في الصيف شوية، ووقت اكتر ان انا استخدمه في الشتاء. جربته في الفصلين. هقولكوا رأيي فيه، بس قبل ما ابدا حابه اقولكوا ان انا الشنطه بتاعت الزيوت اللي هي جاتلي فيها عجباني جدا. اللي يعرفني بصفه شخصيه يعرف ان انا بحب التاريخ الفرعوني كله، وبحب اعرف عنه وبحب اقرا فيه. يعني بحب جدا التاريخ الفرعوني. فانا عجبتني جدا الشنطه، ان هي يعني بتوحي كده ان هي منتجات مصريه. وكمان الزيوت نفسها، العلبة اللي فيها، يعني الزيوت اللي وصلتني زيت الشعر. وصلني 1 من زيت الشعر، و2 من زيت البشرة. هو ده زيت الشعر. عجبتني جدا كمان الباكج بتاعه، منديلات كده وبصراحة يعني انا بهتم جدا وبتعجبني جدا المنتجات اللي بتيجي كده بشكل حلو كده، يعني تبقى حماس بصراحة ان انتي تجربيها. عجبني جدا ان هنا مصر ام الدنيا. عجبتني جدا الجملة دي، حبيتها قوي. وكمان حبيت جدا الشكل ده اللي هو المنديل ده. حسيت ان هو شرقي كده وجميل. اول حاجة هتكلم على منتج. يعني هتكلم عن زيت الشعر الاول، بعد كده هتكلم عن زيت البشرة، وهتكلم عليهم كمان في استعمالي ليهم وازاي كنت بستعملهم وكده. اول حاجه بنات هتكلم عليها هو زيت الشعر. آم، بصراحه يعني الزيوت بتاعه الشعر او البشره، يعني اول بس ما وصلتني الفكره والدكتور محمد كلمني فيها، كانت غريبه عليا ان احنا متعودين ان احنا للشعر شامبو، للوش غسول. يعني يعني فكره الزيوت دي آم، ما كناش نعرفها، بالذات في الوش. يعني محدش بيغسل وشه بغسول. لحد ما المنتج وصلني وجربته حسيت فرق كبير، لان تقريبا الصينيين او الفلبينيين، يعني حاجه كده، يعني بيستخدموا الزيوت دي ان هي في شعرهم، يشيلوا بيها المكياج في البشرة كده. يعني يعني ثقافة الزيوت دي مش موجودة عند البنات هنا في مصر يعني. فاول ما المنتج وصلني جربته على طول. اول حاجه ده زيت الشعر. انا بس هقرا لكم بس المنتجات اللي فيه. هاخد العلبه من قدامكم. المكونات يا بنات اللي فيه، هو فيه زيت ارجان مغربي، وزيت اللوزتين، اللوز الحلو ولوز المشمش المعزز بفيتامين د، زيت الكاموميل المصري فيتامين ه. وهو حتى ريحته، يعني انتوا لو شميتوا المنتج بتاع الزيت بتاع البشرة او الشعر، ريحته مجموعة زيوت كده مع بعض. المولتيف يا بنات خالي من الكحول والصابون والسيليكون والصوديوم والعطور الصناعية والمواد الحافظة والسلفات. طريقته يا بنات اللي هي مكتوبة على العلبة، يعني ان انتي تاخدي من ضغطتين ل4 من الزيت وتوزعيه على الشعر الجاف، وتكون ايدك وشعرك جافين مفهومش اي مية خالص، وتعملي مساج لمدة 10 ثواني. وبعد كده تغسليه بمية فترة. وطبعا يعني الضغطات دي ضغطتين او 4 ضغطات بتبقى مختلفة شوية عن كل طول شعر. يعني انتي لو شعرك قصير
مثلا لحد رقبتك ممكن تاخدي ضغطتين كفاية. لو انت شعرك طويل مثلا لحد طول ظهرك ممكن تاخدي 5 6 ضغطات. يعني ما تلتزموش قوي بالضغطتين الضغطتين او 4 ضغطات، لان طول الشعر بيفرق في ان انت تاخدي من الزيت يعني. انا الزيت ده جربته في الصيف وفي الشتاء. عجبني جدا 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 يعني. بصراحة يعني وانا بستخدمه ما كنتش حاساه، يعني حاسه ان هو ماشي خلاص زيت عادي بقى وكده. بس يعني بعد ما حطيت ضغطتين وجربته، يعني انا جربته بالضغطتين و4 ضغطات و6 ضغطات. اكتر حاجه ناسبتني 6 ضغطات، لان انا حد يعني شعري لحد مثلا كتفي كده او حاجه. فحسيت ان انا لازم اخد اكتر منه. وعملت مساج لمدة 10 دقايق، فرقه جدا فعلا. يعني في مدة قصيرة بيطول الشعر. لو عندك قشرة بسيطة مش هتكون موجودة. بس الحاجة بقى اللي لقيتها واو فيه ان هو بينيم الشعر يعني بطريقة فظيعة. يعني انت لو شعرك هايش قوي يعني هينيمه بطريقة جامدة جدا، كأنك عاملة بيبيليس كده او استشوار. يعني انا بصراحة حبيته جدا ان هو فعلا بينيم الشعر بجد بجد، كأنك عاملة كيرلي كده. يعني كي يبقى مش هيفرد الشعر، هو هيبقى شعرك زي ما هو. مثلا لو شعرك مثلا في كسرة، الكسرة هتبقى موجودة بس الهيشان بتاع الشعر هينام جدا 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 جدا. انا عجبني جدا. وكمان بعد ما بتنشفي شعرك، انا عن نفسي مش بحتاج ابدا ان انا احط زيت عليه او احط كريمة عليه علشان انيمه اكتر او عشان المعه. ما بحطش حاجة خالص، انا بنشفه وبسرحه وانتهى الموضوع. مش بحط اي حاجة خالص. بيفضل الشعر نايم، مش بيهيش. حتى يعني حتى لو انتي ما غسلتيش شعرك مثلا 3 ايام هيفضل زي ما هو مش هيهيش. الشعر بيلمع بطريقة جميلة جدا. يعني الكمية اللي انا مستخدماها دي، شايفين الحتة دي اللي هي في 4 شهور دي. يعني انا باخد منه ضغطتين، الضغطة كمية صغيرة بس بتكفي جدا وبتفرد جدا. يعني المنتج ده على ما اظن ان هو ممكن يقعد معاكي اكتر من سنة لو انتي بتستخدميه لوحدك. ممكن يقعد اكتر من سنة. انا بحبه جدا على فكرة المنتج ده، واول ما يخلص لازم ارجع اشتريه تاني. انا تقريبا ده اكتر حاجة هشتريها اصلا في المنتجات بتاعت الشعر كلها. نيجي بقى لزيت البشرة. زيت البشرة ده برضو مكون من نفس تقريبا يعني الحاجات اللي موجود منها الشعر. المكونات بتاعته زيت أرجان مغربي، وزيت اللوستين اللوز الحلو واللوز المشمش المعزز بفيتامين د، زيت الكموميل المصري فيتامين ه. وخالي برضو من الكحول والصابون والسلفات والسيليكون والصوديوم والعطور الصناعية والمواد الحافظة. طريقة الاستخدام ان انت تاخدي برضو ضغطتين او 4 على الوش وتوزعيهم. برضو يكون ايدك ناشفة ووشك ناشف، وتعملي مساج لمدة 10 ثواني. في زيت الشعر 10 دقايق، في زيت البشرة 10 ثواني. وتغسليه بعد كده بمية و... وممكن ان انتي لو انتي عايزة مثلا تشيلي بيه المكياج، لان هو بيشيل المكياج. ساعتها ممكن تاخدي من 3 ضغطات ل5 ضغطات على ايد برضو ناشفة ووش ناشف، بس ما يكونش يعني يكون فيه مكياج بس. وبرضو تعملي مساج كده المكياج كله هيروح. هقولكوا دلوقتي تجربتي فيه، بس انا كنت بقرالكوا الحاجات اللي مكتوبة على العلبة يعني وكده. تجربتي بقى يا بنات معاه مع زيت البشرة. انا كنت باخد في الاول ضغطتين واخدت 4. بس حسيت ان هو لا، يعني ممكن وشي فيه هيزيد شوية، فبقيت باخد ضغطة واحدة بس بتكفيني كلها. يعني باخد نقطة على الخدين وعلى الدقن وعلى الجبهة، وبعمل مساج لمدة 10 ثواني وبغسل وشي. وانتي بتعملي مساج لو في قشور بتتشال كأنه بيعمل سكراب كده فوري كده. بينور الوش جدا جدا جدا. مع الاستمرار بيضيع الخطوط تحت العين والهالات. ممكن تحطيه عادي حوالين عينك وتعملي برضو مساج
بس انا اللي لاحظته فيه ان هو بيعمل سكراب تحفة تحفة تحفة، وكمان بينور الوش بطريقة جميلة جدا. بس انا خدت منه ضغطة واحدة. بمجرد بس ان انتي خلاص يعني خلصتي المساج لمدة 10 ثواني، بتغسلي وشك بيروح بالمية على طول، مثلا مش الزيت اللي هو بيفضل محطوط على الوش مهما غسلتي وشك بيبقى لسه في زيت، لا، هو الزيت ده اول ما يلمس المية خلاص بيروح على طول. ولو حتى فضل مثلا زيت ولا حاجة ممكن عادي تشيليه بفوطنة تكون قطن. لما تيجي تستخدمي الزيت لازم تنشفي وشك بفوطة قطن، حتى لو انتي استخدمتي اي غسول تاني لازم برضو فوطة قطن. بالنسبة بقى للتركيبة، مثلا زيت البشرة نفس زيت الشعر، هما يعني الاتنين يعني الزيوت اللي فيه واحدة، بس زيت الشعر بتركيبة معينة وبمقادير معينة الدكتور بس هو اللي يعرفها، هو اللي بينتج الزيت. زيت الشعر بمقادير معينة، وزيت البشرة بمقادير معينة، طبعا دي خاصة بأكتر بالدكتور. انا عجبني جدا، حبيته جدا. والكميه اللي انا استخدمتها دي بستخدم الصبح وبالليل. لما اجي اشيل بيه المكياج برضو بستخدم مثلا 4 نقط. لو حتى مثلا مكياج تقيل بقى وكده اللي هو مثلا بتاع سهرة وكده بيشيل فعلا المكياج. بتقعدي كده تعملي في ايدك كده مساج، سوري، في وشك يعني مساج. فبيشيله على طول، وتغسلي وشك وتنشفي وشك. ممكن تمسحي وشك بعديه بمية ورد. هو بالنسبة لي انا، انتي ممكن ما ترطبيش وشك بعديه، بس انا بالنسبة لي انا في الصيف كنت برطب وشي بنيفيا سوفت. وطبعا يعني ممكن يعني تستخدمي اي كريم مرطب انتي بتحبيه. وفي الشتا برضو كنت بستخدم كريم مرطب، لان انا يعني ما حسيتش ان هو كافي قوي في ترطيب وشي بالذات في الشتا، لان انا في الشتا بشرتي جافة. فحبيت اكتر ان انا يعني بعد ما استخدمه انشف وشي بالفوطة بتاعتي، بعد كده امسح بمية الورد، وبعد كده احط الكريم المرطب بتاعي. بس من ناحية ان هو يعني زيت لتنظيف الوش حبيته جدا، زي ما قلت لكم بيشيل القشور. بينور الوش جامد جدا. انا انصحكم تجربوه. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستمتعتوا بيه واستفدتوا منه. لو في اي بنوته حابه تسالني اي سؤال اتفضل تحت في الكومنتات. ولو في بنوته حابه تعرف اكتر عن الزيت، انا حاسب لكم الصفحه بتاعت الدكتور محمد، تقدري تخشي تساليه عن اي سؤال في الزيوت دي. آم، انا حابه بس ان انا اقول لكم اسفه جدا لو انا نسيت اي معلومه او اي حاجه. اكتبوها لي تحت لو في مثلا حد عايز يعرف مثلا مني معلومه بخصوص الزيت البشره او الشعر. اكتبوا لي تحت في الكومنتات. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه واستمتعتوا بيه. ان شاء الله نتقابل فيديو جديد. ما تنسوش يا بنات تتابعوني على الفيسبوك انستجرام سناب شات وجروب الفيسبوك. ان شاء الله نتقابل فيديو جديد، وباي باي يا بنات، مع السلامه. بس يا بنات اقول لكم معلومه صغيره، ان اول ما الدكتور كلمني علشان يبعت لي المنتجات اول كلمه قلتها ان انا لو الزيت ما عجبنيش هطلع اقول ان هو ما عجبنيش، وهو كان ذوق جدا وقال لي طبعا حقك. كمان حابه يا بنات اقول لكم اذا كان منتج شارياه او جاي هديه، في كلتا الحالتين انا هقول رايي بكل صراحه، لاني مش بعرف اقول على منتج ما عجبنيش ان هو عجبني. يعني انا مش يعني قناتي مش مثلا عشان هدايا توصلني كده وخلاص، واقول ان كل الحاجات اللي بجيبها دي حلوه. لا، في حاجات بجيبها مش بتعجبني، ولو في منتج اتبعت لي من اي شركه ايا كانت ما عجبنيش هطلع اقول ان هو ما عجبنيش، لو عجبني هطلع اقول ان هو عجبني. دي نقطه بس كنت حابه اوضحها لكم.